اهتمام كبير خاصة من جانب الإعلام المغربي اللي كان حريص على متابعة هذه المباراة، وأيضا الجماهير المغربية. يمكن المنتخبنا المصري بعث برسالة اطمئنان للجماهير والإعلام المغربي على قدرة المنتخب المغربي على تخطي المنتخب. فنبدأ كده بالمسيري. مساء الفل يا مسيري. مساء الفل يا كريم، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان من هنا من قلب العاصمه القطريه الدوحه. وزي ما انت شايف الصوره من خلفي تتحدث عن نفسها، اجواء موندياليه مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق هذه النسخه الاستثنائيه من مونديال قطر 2022، واللي هتبدا بلقاء قطر مع الاورجواي مع الاكوادور عفوا بعد غد ان شاء الله الاحد في تمام الساعه 7 بتوقيت قطر، 6 بتوقيت القاهره. يوم بعد يوم بيزداد اعداد الجماهير التي تتوافد على قطر من كافه بلدان العالم. يمكن النهارده من خلال جولتنا في شوارع العاصمه القطريه الدوحه عشرات الالاف ينزلون الى الشوارع حاملين اعلام وقمصان منتخبات بلادهم كنوع من الدعم والمسانده لهذه المنتخبات. يمكن خلاص ما عادش في وقت خلاص على انطلاق هذه النسخه الموندياليه. يمكن باقي المنتخبات ستصل غدا ليكتمل عقد المنتخبات المشاركه في هذه البطوله، واهم المنتخبات اللي هتصل الى العاصمه القطريه الدوحه غدا ان شاء الله منتخب البرازيل والبرتغال والكاميرون واورجواي، بالاضافه الى المنتخب البلجيكي اللي نال هزيمه النهارده امام منتخبنا الوطني بهدفين مقابل هدف وحيد. ويمكن خليني اقول لك يا كريم ان المباراه حظت باهتمام كبير خاصه من جانب الاعلام المغربي اللي كان حريص على متابعة هذه المباراة، وأيضا الجماهير المغربية. يمكن المنتخبنا المصري بعث برسالة اطمئنان للجماهير والإعلام المغربي على قدرة المنتخب المغربي على تخطي المنتخب البلجيكي في المجموعة السادسة اللي بتضم بجانب المغرب وكرواتيا وكندا وبلجيكا. يمكن اللجنة المنظمة اجتمعت اليوم بالمنتخب التونسي وسلمته يوسف المساكني قائد الفريق كأس درع المشاركة في هذه النسخة المونديالية. فرجاني ساسي يمكن قال اللي احنا بننتظر دعم الجماهير العربية في هذه النسخة الاستثنائية من بطولة كأس العالم، وإن مباراة الدنمارك في افتتاح مشوار تونس في هذه البطولة هي مفتاح تونس للعبور للدور التالي. يمكن دي كانت أبرز الأخبار والكواليس، والآن تعود لك الكلمة كريم، تفضل. بشكرك يا مسيري. ومن مسيري لخالد رزق ونعرف أخباره إيه. يا خالد مساء الفل. مساء الفل عليك يا كريم، مساء الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يعني زي ما بنتكلم دايما على الجمهور، وهي الحاله الاهم في هذه البطوله بالتاكيد الروح اللي موجوده في هذا الحدث. يعني كان النهارده في سوق واقف اثناء مرورنا هنا كان بيتواجد وبدا يتواجد بقى خلاص الجمهور السعودي كان موجود بشكل كبير جدا، وكان ليهم هتافات وماشيين بيغنوا اغاني سعوديه جميله. ايضا كان في لقطه اخرى وهو الجمهور المغربي اللي كان ايضا ماشي في مسيره وشاف واحد من الجمهور السنغالي اللي كان يعني بيهتف او كان ماشي لابس تيشرت منتخب السنغال، قعدوا يهتفوا باسم ساديو ماني وشالوا هذا الشاب ورفعوه على الاعناق وقعدوا يندهوا كتير بالتاكيد. وزي ما احنا شايفين طبعا جمهور كتير من تونس ومن المغرب ومن كل الاماكن اللي موجوده بالتاكيد. ده شيء اكيد بينبئنا بان هيكون في تشجيع كبير وهيكون في اجواء جميله داخل المدرجات. ايضا النهارده كنا متواجدين في يعني تمرين منتخب المغرب، حكيم زياش واشرف حكيمي ورفاقهم. بالتاكيد كان حكيم زياش كان بيتمرن تمرين مع عدد من اللاعبين ومع بونو حارس المرمى بالتاكيد للمنتخب المغربي، كانوا متواجدين وبيتمرنوا تمرين خفيف كده على جنب الملعب بالتاكيد.
بالتاكيد، وبعد ذلك يعني تم ضمهم على منتصف التمرين الى المران الاساسي مع باقي لاعبين المنتخب المغربي. كان النهارده داخل مركز، اللاعبين عندهم ارتياحيه، عندهم تركيز كبير بالتاكيد لاجواء المباريات كاس العالم. كل يوم خلاص بيعدي وباقي خلاص نور ساعات قليله على انطلاق هذه البطوله، بيكون التركيز اكبر، بيكون الروح اكبر، والحماس بيكون اكبر بالتاكيد. يعني كريم اكيد بنتابع مع حضراتكم دايما كل التفاصيل وكل الاجواء من داخل الشوارع ومن داخل السوق ومن داخل اماكن عديده عشان نقدر نرصد لحضراتكم كل التفاصيل للجمهور المتواجد. كريم دي كانت كل اجواءنا كواليسنا، نعود اليك مره اخرى، اتفضل.